استنكر نادي بيترو أتلتيكو الأنغولي اليوم الجمعة 17 مارس 2023 من سوء المعاملة التي واجهتها بعثة الفريق في الجزائر على هامش المواجهة المرتقبة أمام شبيبة القبائل غدا السبت لحساب المجموعة الخامسة من دور المجموعات لدور أبطال إفريقيا. وأصدر بيترو أتلتيكو بيانا رسميا عدد فيه المتاعب التي اعترضته، وقد جاء فيه: بدأت الصعوبات بمجرد وصولنا للجزائر العاصمة. كنا أعداء وتم التعامل معنا بسوء، إذ لم نجد أي دعم من الفريق المنافس والاتحاد المحلي، رغم أننا أرسلنا وفدا لترتيب كل الجزئيات قبل وصولنا. وتابع الفريق في البلاغ ذاته: تنص لوائح الكاف على الفريق المنافس على تزويد الفريق الزائر بحافلة للنقل مكونة من 45 مقعدا، كما تم حجز اللاعبين والموظفين والمدربين بالمطار لساعة ونصف تقريبا، وتم احتجاز المعدات الإعلامية للنادي، لجانب أنه تم تخصيص حافلة نقل في حالة سيئة لا تصلح لنقل فريق كرة قدم محترف.